مذكرات الفنان فؤاد فتحي، أحداث وقصص فنية ممتعة يرويها لكم وليد حبوش. أهلا بكم في حلقة جديدة من مذكرات الفنان فؤاد فتحي. حلقة هذا اليوم عن قارئ المقام المطرب يوسف عمر. خيا لو وصل ما يقبل وصية، ولا اريدهم لا اريد جيتهم علي، ويا دقة المحبوب دقة خزعلية، يا دقة المحبوب دقة خزعلية. يبدأ الفنان فؤاد فتحي ويقول: عام 1982 كنت مع العائلة، رحنا في سفرة حلوة ممتعة إلى منطقة الصدور، وكان ويانا شقيقة زوجتي اللي تكبر هيمان بحدود 10 سنوات. الجوي ويانا في هذه السفرة الحلوة مع أبنائها وبناتها، 3 بنات وولدين. بهاي السفرة استأجرنا 4 تاكسيات يدوب كفة الأسرتين سوا، وأخذنا أمتعتنا ويانا من فرش ومخدات، واختارينا مكان حتى نجلس بيه، مكان مريح حلو تحت الأشجار الكثيفة، وأشعلنا النار حتى نشوي السمك. أخذنا ويانا 3 سمكات من الحجم الكبير جدا، لأن هيمان وشقيقتها من محبي أكل السمك. النار وريحة الشوي وصلت إلى خشوم الناس من الرجال والنساء والأطفال اللي داير مدايرنا، بحيث استطاع الدخان انه يملأ مساحة كبيرة بالجو. فرشنا الأبسطة والدواشيق، وحضرنا كل شيء، عنبة وطرشي وزيتون، زيتون طبعا أخضر وأسود. وموضوع الزيتون هو اختصاص زوج شقيقة زوجتي صلاح، لأنه زوجها فنان في المقبلات، وخاصة الزيتون، لأنه بيته بالأعظمية كبير كلش، وبيه أشجار زيتون بكثرة، وأيضا بيه أشجار التين الأحمر والأبيض. سبحان الله، ما شاهدت هي أشجار في أي حديقة أخرى. وأيضا حيوة وعرموط وبرتقال وليمون الحامض، وتعجز عن الوصف. عنده مزرعة مو طبيعية، لذلك احنا كنا كل فترة نروح من زيونة إلى بيتهم بالأعظمية. وكان كلش يحبني ويحب شقيقي الأصغر مني اللي اسمه عيسى، أصغر مني ب2 سنين. وكان ابني عباس صغير عمره 7 سنوات يقمز على الكراويت اللي بالهول، يقمز من كراويته لكراويته، وأنا كنت أصيح عليه، أمه ما تقبل منه هذا اللعب. وهنا يقول له أبو صلاح: ابني شوية اثقل وخلي شوية أحجار بجيبك. نرجع لسالفتنا بعد ما حكيت لكم عن أبو صلاح اللي كل الشغلات يسويها بيده، من العنبة والطرشي والزيتون والشربة إلى آخره. بدينا ناكل توا. هنا اجت بنية صغيرة تطلب قطعة صغيرة من السمك، الوالدتها انطوها قطعة وراحت. بعد شوية اجت بنية أخرى أيضا تطلب قطعة من السمك، وتقول: أمي حامل واشتمت ريحة السمك واشتهت شوية من سمككم حتى لا يكون بنفسها خطية، وأيضا أخذت قطعة من السمك. هنا تذكرت حادثة صارت بشهر رمضان. كانت والدتي من تاخذ حاجة من الطعام تخفيه تحت عبايتها. أقولها: ليش ماما؟ تقول: ابني خاطر الناس ما تشوفه وتشتهي الأكلة، لأنه نفس كل شيء تشتهي. هسه عرفت السبب ابني، واليوم اتضح لي إنه أمي كانت صادقة بكلامها، الله يرحمها. التموا داير مدايرنا الأطفال من كل جانب، وواحد من عائلتنا راد يطردهم، بس أني صيحت عليه قلت له: النفس تشتهي كل شيء، خليهم. كلفت عباس ابني إنه ياخذ قطعة كبيرة ذول الأطفال اللي التفوا داير مدايرنا. وبالمغربية رجعنا لبيوتنا، وانتهت السفرة بالصدور. هذا كان عام 1982. يا ما احلى اكل زي مسلوكة المسكون، نبدي الليالي من قمر احنا والعيون. يا ما احلى اكل زي مسلوكة المسكون، نبدي الليالي من المسكون.
بعدها رحنا الكربلة نفس الشلة وسوينا سمك أيضا، وبهاي المرة إحنا لوحدنا ماكو غيرنا. اختارينا مكان تحت أشجار الكالبتوز، ويسموها باللهجة البغدادية القلمطوز، وباللهجة النحوية زيزفون، مثل ما نسمع بالأفلام تحت ظلال الزيزفون. وأثناء أكل السمك وشربنا الشاي بهذا الجو الجميل، ابن شقيقة أم هيمان زوجتي واسمه ناصر، وهو أصغر من صلاح بسنتين، قال لوالدته يوم أنا بعد ما تشوفيني. والدته قالت له ابعد الشر عليك ابني، شنو هالفال السيء هذا ابني؟ قالها يمه أنا شلون ما أشوف، يمكن راح استشهد. أمه رأسا قلبت النعال بالمقلوب وقالت له راح الشر راح الشر، بعد ما أسمح لك تفتح حلقك بهذا التفاؤل السيء أبدا، واسكت واقعد، افتهمت؟ رد عليها ابنها قالها مو زين هسه راح تحصلين من ورايا بيت، وهو خربان ضحك. احنا كلنا احتجينا على هذا المنطق ورزلناه وهو يضحك. هو ليش حكي هذا الحكي؟ لأنه كان جندي مكلف في حرب الثمانينيات اللي خضناها مع إيران. بعد شهر رحنا لوحدنا البحيرة الحبانية بدون شقيقة زوجتي أم صلاح، أني وزوجتي أم هيمان والعائلة المكونة من 4 نفرات فقط، واستأجرنا بيت جميل هناك وأمضينا أسبوع بالكامل، ورجعنا لبيتنا بزيونة. بعد شهر رن التليفون من بيت أم صلاح بالعظمية. ونسمع خبر استشهاد ناصر ابن أم صلاح، مثل ما تنبأ قبل شهرين من سفرة الصدور وأكل السمك. رحنا بالعجل للعظمية، النسوان دخلوا للبيت وأنا وعباس سلمنا على الحاضرين وقرينا الفاتحة وقدموا لنا القهوة المرة وبعدين الشاي. هكذا جرت العادة في هكذا مناسبات. ثاني يوم اقترح أبو صلاح أنه نكمل اليومين الباقية بحديقة البيت الواسعة، لأنه الشارع انقطع والسيارات ما إلها مجال تمشي، والناس كانوا مضطرين أنه يغيرون طريقهم إلى البيوت، لذلك كملنا اليومين من الفاتحة بحديقة البيت. ومن هنا تبدأ قصة مطرب المقامات العراقية يوسف عمر باليوم الثاني والثالث. باليوم الثاني كنا جالسين والقرآن بدأ يجينا من السماعة بصوت عالي حتى الناس تعرف مكان الحضور للفاتحة ليلا. وفي تمام الساعة 8 دخل علينا المطرب يوسف عمر وهو يبكي. نعم، دخل للفاتحة وهو يبكي. قاموا رجال المنطقة وقعدوا بمكانهم، بس أنا نهضت من مكاني وكنت جالس بصف أبو صلاح ونطيت مكاني إلى جانبه بالضبط. قدموا له القهوة المرة وبعدين الشاي وبدأوا يتحدثون فيما بينهم. شاهدت أبو صلاح يأشر بيده وما افتهمت شنو الموضوع، شنو كان حديثهم. بعدين صاح علي أبو صلاح قال لي سلم على أستاذك أبو هيمان لأنه عرفك بس يجهل أنه أنت تكون عديلي. وأنا هسه قلت له بأنه زوجتك أم هيمان هي شقيقة زوجتي أم صلاح. المهم يوسف عمر جلس تقريبا ساعة واستأذن حتى يروح. بعد أن سلم مراسيم الفاتحة 50 دينار، كان مبلغ جدا كبير في عام 1982. ورجع مرة أخرى في اليوم الثالث وهو ختام الفاتحة وتقديم العشاء للمدعوين، بس اعتذر وقال أنا مريض بالسكر وامتنع عن العشاء، ما أكل أي شيء. بعد انتهاء مراسيم الفاتحة تقربت من عديلي أبو صلاح وسألته قلت له أبو صلاح شلون تعرفت على قارئ المقام يوسف عمر؟ قال يوسف عمر كان يجيني للدكان ويحلق راسه عندي وأنا عارفه من زمان. هنا أنا عندي ملاحظة، أبو صلاح حلاق قديم من أجل للعراق عام 1940 وفتح محل الحلاقة ببغداد وتزوج من أم صلاح شقيقة زوجتي، وبقى يحدثني عنه أحسن من اللي يعرفوه حتى بالإذاعة، ويعرف كل أسرار يوسف عمر، بس رفض أنه يكلمني عن أسراره وقال لي عيب، هاي أسرار تخصه هو شخصيا،
قلت له لا العفو ابو صلاح حبيبي، انا ما احب اتدخل في شؤونه واسراره الشخصيه، ولكن اللي يهمني اعماله الفنيه بس، وانا راح اخذها منك شخصيا. ما زال انتم اصدقاء ومعرفه واكو بيناتكم اسرار كثيره، هذا راح يسهل لي انه اتعرف على كل ما سواه من اعمال فنيه. ورجع يحدثني ابو صلاح عن الشعراء القدماء، ومنهم عدنان السوداني وابراهيم وفي وحسن نعمة العبيدي وحامد العبيدي ابو نهار وسيف الدين الولائي وعبد الكريم العلاف. واني بدوري اخذ هاي المعلومات واسجلها عندي بورقه، وبعدين احولها بدفتر خاص لهذا الغرض. حكالي عن المطربات ايام زمان. كان العراق مرفأ ومتنزه لكل البلدان العربية، من الخليج وكل البلدان العربية كلها، مصر، لبنان، سوريا، فلسطين وتونس وليبيا، كلهم يجون العراق. قلت له والله انت تصلح صحفي يا ابو صلاح، تصلح صحفي بصحيفة محترمة عندنا. ضحك وقال لا عاد شلون؟ هذا الحلاق اللي يجوا له من كل الاشكال والانواع، شعراء، محررين، مطربين، ملحنين، قراء مقام مثل صاحبك يوسف عمر. رجع قال لي انت تدري هو اسمه الكامل يوسف عمر داود البياتي؟ قلت له ما اعرف بهاي المعلومة، اعرف بس اسمه يوسف عمر. وضحكت، هو ايضا ضحك وياي وقال لي عن سر ما يعرفه الناس ولا المحررين من الكتاب بالصحافة. ادهشني كلش بهذا السر. قلت له شلون صارت هاي الشغلة؟ تعالوا احكي لكم القصة. بس بوقتها ابو صلاح حذرني انه ما احكي هذا السر، ولكن بعد وفاته، واقصد ابو صلاح الله يرحمه، شفت انه اجى اليوم المناسب للحديث عن هذا السر. وايضا بعد وفاة كل من وديع خندة ومائدة نزهت الله يرحمهم. بدأ يحكي لي واني كنت اكتب كل ما يقوله بورقة، بس حس ابو صلاح علي انه دادون كلامه، اخذ من ايدي الورقة ومزقها حالا. قال لي انت ما مؤتمن مع الاسف ابو هيمان، تريد تفضح وديع ومائدة وهم خلوا سرهم عندي والفنانين ما يعرفون عنا اي شيء. قلت له ابو صلاح كل الناس عرفت انه وديع خندة اتزوج مائدة نزهت، بعد اي سر هذا اللي تتكلم عنه يا حبيبي؟ قال لي ابو صلاح اعرف ابو هيمان، بس انا دا احكي لك على شغلة صارت قبل الزواج وهذا شيء اخر. قلت له يعني غير الزوجة على سنة الله ورسوله؟ بعد اي ظنون اي شكوك؟ قال لي خليني اشرح لك الموضوع من اوله لاخره. قلت له تفضل زيدني من معلوماتك واكون ممنون لك. وبدأ ابو صلاح يحكي لي قبل زواجهم، ويقصد وديع خندة ومائدة نزهت، وقال كان هناك معارضة شديدة من اهله، منع وديع انه يرتبط بالمطربة مائدة نزهت اللي حب صوتها بالبداية فقط وما حب جمالها، وغير اسمه من وديع خندة إلى سمير بغدادي، لأنه من كان شاب كان مطرب جيد بالخمسينيات، وكان يروح المائدة نزهت اللي مكانها في شارع الرشيد إلى جانب مقهى الخشالي، الفرع المؤدي إلى مركز السراي، وأنا دكاني بداية رأس الفرع. جابها للمحل مالتي وأخذني أني وشخص آخر للمحكمة للشهادة أمام قاضي المحكمة، نشهد على زواجهم، وشهدنا أنا وصاحبي، وبقى الأمر سر ما يعرفون عنا أي شيء. آل خندة وعائلة خندة كانت عائلة عريقة من أصل وفصل، وما يسمحون بالزواج من مطربة مشهورة، لأنه هذا الزواج حسب رأيهم راح يجيب عار للعائلة. وأني يا أبو هيمان، يكمل هنا أبو صلاح، كتمت على الموضوع وما حكيت بيه أبد. عرفت هسه شلون كان زواجهم بكل سر وإتقان. رديت عليه عن موضوع التقاليد والحسب والنسب، قلت له ما حد دمرنا إلا هاي التقاليد السخيفة اللي ياما حرمت بنات شريفات من الزواج بهذا المعتقد اللي ما يقدم ولا يأخر بس مظاهر. والمثل يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. بذبني صاحي له سكران
المهم التقيت بقارئ المقام يوسف عمر بالطريق المؤدي إلى الإذاعة، وكان متوجه للإذاعة والتلفزيون على ما أظن. سلمت عليه، رد علي السلام، قال لي ها أنت طلعت عديل أبو صلاح، لعد زين صرنا أصدقاء. وأخذني رأسا ودخلني للمطعم المقابل لمقهى أبو ناطق. أنا اعتذرت منه، قلت له أنا انتظرك بالقهوة وراح أقعد خارج القهوة، من تخلص نروح للإذاعة سوا. بس رد علي بعصبية، قال لي أي إذاعة؟ أي إذاعة هاي تحكي عليها؟ أصلا عندي شغل اليوم، امشي كل وياي لا تخاف، ما راح أقول لك ادفع أنت، تأكل على حساب اليوم، وأريد أكلفك، تعال أريد أكلفك بشغلة. تدخل ليش خايف؟ شنو خايف من المطعم لو صاحب المطعم؟ ودخلت وياه وقعدنا على طاولة كلها ذبان ووسخ. هنا يوسف عمر صيح على صاحب المطعم بعصبية شديدة. الفنان فؤاد فتحي يقول ايش قد ما صيح بصوت عالي اذا انطرشت، شورطني وسلمت عليه بالطريق. يوسف عمر ما يعرف يتفاهم الا بالصياح، صح على ابو المطعم وقال له تعال امسح الميز. ركض الصانع ومسح الطاولة واعتذر منه وهو ساكت ما يتكلم بكلمة واحدة، وبعدها قدم له ماعون الباتشا. على فكرة راح من بالي اقول لكم انه هذا المطعم مخصص للباتشا بس، ماكو اكلة اخرى غيرها. والصانع جاب لي ماعون اخر ايضا باتشا، وياها مقبلات طرشي وزيتون مايونيز وصاص وزلاطة. اني كل هاي الاشياء اللي جابها الصانع ما اكلها الا شيء واحد وهي الزلاطة بس، وهاي هم اخذها مني يوسف عمر. قال لي انا عندي سكر، جيب كاس الزلاطة انطيني اياها. سلمتها إله واني الممنون. يوسف عمر خلص الماعون مالته قبلي ب10 دقائق، لأنه يأكل سريع، نسف كل أنواع المقبلات ولا ترك كاسة فارغة، وأني كنت بعدني مستمر بالأكل. راح يوسف عمر يغسل إيده، أني قمت من مكاني ورحت لصاحب المطعم حتى أدفع له الحساب. صيح علي صاحب المطعم قال لي عيني فؤاد، ترى أبو يعقوب ما يقبل أحد يدفع عنه، أنا أعرف يوسف عمر، أنت ادفع حسابك بس، وإذا ما عندك هم روح الله وياك. رجعت أنا مكاني وما دفعت ولا فلس مثل ما قال لي صاحب المطعم، وبديت أكمل أكلي. المهم خلص المطرب يوسف عمر وودعني، وقبل ما يمشي قلت له شنو الشغلة اللي قلت لي عليها؟ مو قلت لي عندي شغلة يمك؟ قال لي بعدين راح أشوفك جوا، مو اليوم غير يوم، أنا هسه عندي شغلة لازم أخلصها اليوم، ادعي لي. وكان دائما ينسى اسمي. قلت له فؤاد. قال لي ايه ادعي لي، وراح دفع الحساب ورأسا طلع. اني من خلصت صح علي صاحب المطعم قال لي وين رايح فؤاد؟ ترى صاحبك دفع حسابه بس، وانت مثل ما قلت لك اذا ما عندك روح الله وياك، هذا مطعمك عيوني. انا خجلت من نفسي وقمت احكي وين نفسي، قلت هذا شلون فنان عزمني وقال لي راح ادفع حسابك، وبعدين طلع ودفع بس حسابه. يا خرابي على قولة المصريين. قلبي سل وذوب سل وتفطر وجري الدمع يا عين من جفني الاحمر، وجري الدمع يا عين من جفني الاحمر. المهم مرة من المرات شافني الباحث والناقد عبد الوهاب الشيخلي، قال لي ها اشوفك الايام ويا يوسف عمر 24 ساعة شكو، تريد تطلع ببرنامج اصوات وانغام؟ ضحكت وقلت له لا يابا لا، ليش هو يرضى يطلع ببرامجي يوسف عمر؟ عبد الوهاب الشيخلي قال لي وليش لا، هو شو يفرق عن الباقين؟ قلت له لا استاذ عبد الوهاب مو هذا قصدي، بس اخاف اقول له ويردني. قال لي تحب انا اقول له؟ قلت له والله يا ريت. بعد كم شهر شفت عبد الوهاب الشيخلي، قلت له ها سويت؟ شفت يوسف عمر؟ قلت له. ضحك وقال لا والله ما شفته بعد.
مرة كان يوسف عمر يسجل مقام المنصوري في استوديو رقم 2، الاستوديو كبير. مقام المنصوري هو مقام الصبا، بس هيك يسموه قراء المقام عادة. ومقام المدمي والحويزاوي هو مقام الحجاز، ومقام الخنبات هو خانة من مقام البيات، ومقام الأورفة أيضا خانة من مقام البيات، وهكذا تسميات كلها شعبية قديمة يتداولوها قراء المقام. يوسف عمر هو المطرب اللي غنى هاي المقامات وغيرها، مثل مقام البنجقاء. مثل ما قلت لكم، هكذا هي المقامات الشعبية العراقية مطلوبة بالخارج ويعتبروها هوية العراقيين. ودائما ورا المقام تجي البستة البغدادية، مثل أغنية داري وأغنية يزارع البزرنقوش، ازرع لنا حنة وغيرها. مرة يوسف عمر سافر ويانا للجزائر، هاي عام 1975. مع كل حفلة هو يكون بالختام يختمها بمقام ليلكم أيها الكرام طويل، من مقام البنجقاء الرست. ليل بالفن جلا بنغمة الرست حلا، وقلبه يوما ما سلا ذكرى ليالي العاشقين. بعد الحفلة يجمعنا منه أبو مهند الراحل مهدي الصفار الله يرحمه، يجمعنا بغرفته ويقول له الأستاذ يوسف، قال له أنت شلبت بهذا المقام، يما تغيره، عندك كومة مقامات، شوية خلي يصير تغيير عندك، مو إحنا همينا حفظنا. يرد عليه يوسف عمر يقول له أنت حافظه، غيرك هم حافظه، المهم البستة أنا أغيرها دائما، مرة أسويها يا الماشي الله وياك لحظة تأنى، ومرة أخرى أغني ريحة الورد، ومرة أسويها بمحاسنك وجفاك. هم شو يريدون غير البستة؟ أنا كل مرة أغيرها يا أبو مهند، بعد سويتها قصة. الحكي بيني وبينكم، أبو مهند مهدي الصفار كان يستفز ليوسف عمر، بس يوسف عمر ضبط أعصابه. طبعا هاي القصة حكالنا إياها نفسه أبو مهند مهدي الصفار، وقال ما قدرت له وضحك، ورجع يقول المرة الجاية راح أجي له بغير درب، وأقول للجمهور الجزائري ترى ذواق، بعد ما يتحملوك شوف لك طريقة وغير مقام. وضحك أبو مهند. مهدي الصفار كل صبحية كان يدخل علينا أني وعامر توفيق بغرفتنا، يقول لنا جيبوا شكو عندكم خردة حتى أجمعها، لهاي الحرمة خطية قلبي انكسر عليها، يوميا تمسح القاع 3 مرات باليوم. نطلع أني وعامر توفيق كل ما عدنا من الخردة، وأحيانا أني ما عندي خردة أنطي ورقة من فئة 5 دنانير على قدر ما عندي من الفلوس. هذا أحكي لكم بسفرتنا للجزائر. المهم اجى يوم الحفلة، ويوسف عمر كالعادة ختم الحفل الساهر بنفس المقام البنجقاء، وأيضا وراها جمعنا الأستاذ مهدي الصفار بغرفته، وصاح كل فرقة الإنشاد العراقية وقال اليوم يومك يا يوسف، وين راح تخلص مني؟ دزله منه واحد من جماعتنا وهو المطرب رضا الخياط، قال له روح صيح ليوسف عمر. دخل علينا يوسف عمر قال له مهدي الصفار، قال له يوسف ايش قد نصحتك بس ما يفيد وياك نصحي، ظليت راكب راسك، وبعدها شنو اللي صار؟ قاطع يوسف عمر قال له ايه وشنو اللي صار؟ احكي لي لا تضم علي شيء. ابو مهند قال له انت بعد ما تغني، هيك قال لي مدير الاداره مال الحفل، وراح تسافر للعراق حالا دكلها عيني. ضحك يوسف عمر على حكايه مهدي الصفار وقال له ايش وقت يؤمر بالسفر انا حاضر. قال له مهدي الصفار باكر الصبح باول طياره للعراق. وش قد ما حكى مهدي الصفار، لكن كل هذا الحكي ما هزل يوسف عمر هالقد. ابو مهند شاف يوسف عمر ما صار عصبي كالعاده، مثل كل مره تعجب، قال له هسه شلون قل لي يوسف
مكانك شلون؟ منو راح يمليه؟ راح نشتاق لك ترى. هنا نطق المطرب رضا الخياط وقال يابا ابو مهند، اني فهمته يوسف عمار، قلت له انه مهدي الصفار راح يستفزك وانت لا تصير عصبي ابد. ايش قد ما يحكي ياخذ الموضوع ببساطه وسعه صدر. مهدي الصفار قال له لك مو صوتك صوتي، المفروض ادز غيرك، مو احسن لي؟ وضحكنا كلنا وكانت ليله ما بعدها ليله. خلي ارجعكم على سالفة المرأة اللي كان ابو مهند يجمع لها فلوس، يجي علينا وياخذ من عندنا فلوس على خطية هاي الحرمة. اثاري ابو مهند كان يروح يسهر بهاي الفلوس بالنوادي الليلية، ولا حرمة ولا بطيخ. مرة من المرات يوسف عمار ما حضر للمطعم المخصص إنه الظهر بوقت الغداء، دزينا أحد يشوفه. أبو مهند راح لغرفته، شافه مو بالغرفة، أثاري نازل للساحة بوسط العاصمة الجزائر ومشتري كمية من الحبوب للطيور، وكل ما يوكر على إيده طير ياخذه ويخليه بكيس ورقي. ما كان بوقتها أكياس نايلون، بس أكياس ورقية. شافوه الشرطة وحققوا وياه وهو غريب جاي مع وفد عراقي فني، بس اطلقوا بصراحة بعدين واجى يسولف لنا القصة. على فكرة استاذ يوسف عمار عنده طيور نادرة ويفهم كل انواعها واشكالها واصنافها، لذلك حب ينوع من هاي الطيور ويجيبها للعراق من الجزائر، بس ما حالف الحظ. ومرة بباريس هم سواها، مثل ما حكالنا عازف الطبلة خالد حساني، قال يوسف عمار غاب وما حضر إلى وجبات الطعام المعتاد إنه كل يوم الظهر، اختفى وما شفناه إلا العصر، قاعد مع جماعة اللي يربون الطيور مثله ويسولف لهم، بأن الشرطة قبضت عليه وهو بحالة تلبس بجريمة سرقة الطيور، وأطلقوا سراحه بكفالة مادية دفعها لهم، وبدأ يسولف لهم القصة. ما يجوز من سوالفه، روح ودين الطيور. عام 1979 الأستاذ حسن الشكرتشي هو رئيس الفرقة الموسيقية كلف زميلنا عضو الفرقة، فرقة الإنشاد، أنه يختار عدد قليل من هاي الفرقة حتى يقدمون حفلات في خان مرجان، وهذا الشخص هو عارف محسن قبل ما يتزوج من زوجته هناء إبراهيم. إجا عارف محسن علي وطرح علي الموضوع وقال لي أنه حسن شكرتشي طلبك أنت بالدرجة الأولى، وبعدين عامر توفيق أنتوا وقع الاختيار عليكم، فلازم توافق أبو الشباب، وعامر توفيق خليه علي، أول ما يسمع بالخبر راح يرقص بشفتين. تش تعرف عامر رأسا يوافق. أنا رحبت بالفكرة وأيضا عامر توفيق رحب بالفكرة، وإجا ويانا أيضا أكرم عبد الله القيسي وزوجته رابحة، وكان متزوجها صار لهم 3 أشهر. بعدين إجا ويانا عضو فرقة الإنشاد جاسم محمد أمين الشيخلي وزوجته ميساء محمد فاضل الشماع، ذولا اللي وقع الاختيار عليهم. وأحيانا مجموعة من الحفلات لا بأس بها ونالت استحسان الموجودين كلهم من رجال ونساء، ونخرج بعدها مباشرة وما نعرف ورانا منه راح يغني. يوم من الأيام طلب من عندنا رئيس السياحة، راح من بالي اسمه ما أتذكره، احنا بقينا قاعدين ساعة بعد ما خلصت النمرة مالتنا. قدم لنا المدير كالعادة مائدة شهية مما لذ وطاب، وأمر بمكافأة مالية بعد أسبوع يستلمها منا حسن الشكرتشي. قدموا لنا الفاكهة والرقي والبطيخ وغيرها، وما نشوف إلا عريف الحفل
يعلن عن اسم يوسف عمر. وخرج يوسف عمر مع فرقته المكونة من عازف الطبلة الأستاذ سامي عبد الأحد، هو من أمهر عازفي الإيقاع بالعراق، وعازف الكمان الأستاذ إبراهيم الراوي أبو وضاح، وأيضا عازف الكمان الثاني هو عزة نعيم شقيق الملحن الأستاذ ناظم نعيم، بالإضافة إلى السنطور العازف عبد الله علي، والجوزة الأستاذ حسن النقيب. كانت فرقة محترمة جدا. غنى أبو يعقوب وصلته من المقام العراقي وانتهى وما قدم البستة اللي تجي بعد المقام، سكت. بعد هذا السكوت اجانا ولد يقول لنا أستاذ يوسف عمر يريد 3 ولد يردون وراه مقابل مبلغ من المال. طبعا اتطوعنا اني وجاسم وعباس عزيز. انا نسيت اقول لكم، نسيت اذكر عباس عزيز كان من ضمن الفرقة بالبداية. صعدنا وسلمنا على الفرقة المحترمة، وكذلك سلمنا على أبو يعقوب يوسف عمر، قلنا له احنا طوع أمرك نشترك وياك وبدون مقابل. عيب هالحكي، صدق كذب؟ صار ممنون من عندنا. واستمر هذا الحال كل مرة ننهي حفلنا مع حسن شكرتشي نصعد نصير كورس ونرد البستة مع يوسف عمر. وبعد شهر أكثر أو أقل سافرنا لتونس وخسرنا المكافأة اللي وعدنا بيها مدير السياحة. إيش قد ما يأجل موعد الاستلام بهذا الشكل الأستاذ حسن شكرتشي ضاج وامتنع عن الذهاب مرة أخرى. هذا الحكي عام 1979. أصدقائي خلي يحكي لكم هاي القصة الطريفة الحلوة. يقول خالي حسين الطيار مرة صارت حفلة بمنطقة المجارية اللي كان بيتنا قريب من هذا البيت اللي صاحبه يقيم هذا الحفل. يقول خالي أخذت مجموعتي من أفراد الفرقة وصاحني أنا أيضا لهذا البيت اللي بيه الحفل، رحت وياهم ودخلنا البيت، رحب بينا صاحبه أشد ترحيب. بعد نص ساعة دخل الأستاذ قارئ المقام يوسف عمر وقعدوا بعد مسافة عنا لأنه البيت كان واسع نوعا ما. هاي الحادثة كانت عام 1955. بعد ساعة وقبل ما يبدأ الحفل انقطعت الكهرباء وشعلوا أهل البيت الفوانيس كلها وخلوا بكل زاوية فانوس معلوق، والحر كان كلش قاسي وشديد. انقطاع الكهرباء طول أكثر من ساعة ونص. اجانا صاحب الحفل قال لنا اخواني منو من حضرتكم يتطوع ويغني لنا حتى نقتل هذا الحر ونشيل هاي الكآبة والجمود اللي صار؟ ووجه كلامه للأستاذ يوسف عمر. رد عليه يوسف عمر قال له أنا ما أقدر إلا أغني بالمايك لأن صوتي يتعب. عذره صاحب الحفل ووجه نداءه الخالي حسين الطيار. رحب بيه خالي وقال له تأمر أمر أنا أغني. وقام خالي وجماعته وياه لزموا الطبلة والراق وغنى خالي مربع كلش حلو يقول بيه عصفور قلبي صقر يبراله جرحي من أشوفه يطيب الحالة. والجماعة المذهبشية يردون الكلام وراه، والمذهبشية بمعنى الكورس. بعدها حب خالي انه يوجه نقد قاسي ولاذع ليوسف عمر، وبهالمناسبة ارتجل قصيدة هو نظمها بالوقت نفسه ارتجالية يقول بيها ذول السادة يهوسون ويطبلون بس بالإذاعة يتباهون ويكشخون، واحدهم ما يرد ذراعه ونشوفهم بس يطنطنون. يا حسافة لا تترجى منهم العون دعهم مع أغنامهم يسرحون. واشتد التصفيق من الحاضرين والهلاهل من النسوان اللي قاعدة فوق السطح. هنا قام يوسف عمر وباس الخالي وقال له عمي انت استاذ انت شاعر انت تبيع واحنا نشتري. صاب القلب بعيونه وقلبي انصاب بعيونه وصاب القلب بعيونه وقلبي انصاب يرجع فؤاد فتحي ويقول اني مرة نقلت هذا الحديث ليوسف عمر، هاي من اشتدت العلاقة وتطورت بيناتنا وذكرته بهذا الموقف. استغرب يوسف عمر وصفن قال لي ايه اتذكر هذا الموقف كل الزين، يعني حسين الطيار خالك اخو امك؟
قلت له نعم. قال لي والله هذا خالك غير رزلنا بوقتها، رزالة قوية غسل ولبس ما انساها طول عمري. انا بوقتها طلبت منه قصيدة حتى اغنيها بالاذاعة. قلت له ايه وصلتك القصيدة؟ قال لي لا بعد ما التقينا بس ذيك المرة. قلت له تعرف بيا سنة كانت هاي الحادثة؟ قال لي لا والله ما اتذكر اي سنة راح من بالي. قلت له عام 1955. قال لي ولا اتذكر اي سنة. عفي عليك شلون تتذكرها؟ قومي العبي وسليني، قومي العبي وسليني، صدري بوجه لاقيني، سهران لا تأذيني، سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، شلون حالي وشلون استماني ولا فرده. طبعا يوسف عمر انسان امي يجهل القراءة والكتابة مثل ما عرفت اني بوقتها. شلون عرفت؟ كل ما يشوف احد يمر من امامه يصيح عليه حتى يقرا له رسالة. هذا اللي شفته بعيني واللي صار وياي همينه. مرة شفته واقف قدام الكافتريا صح علي قال لي تعال. رحت يمه قال لي شوف لي هاي الرسالة منين جاية. فتحتها وقلت له من صديقك فلان الفلاني. قال لي شقها وشمرها. قلت له ليش دخل لي اقرا لك اياها؟ قال لي بعصبية مو قلت لك شقها وشمرها بالقاع. انا ما كذبت خبر، شقيتها وشمرتها بالقاع ودرت وجهي حتى اروح. قال لي وين رايح؟ تعال شوف لي هاي الرسالة اللوخ. منين؟ قلت له مكتوب على الظروف اسم رحومي نوفل مقطوف. قال لي من الله يقطف رقبتك، شقها وذبها على القاع. وكل ما انتهي من رسالة يطلع لي رسالة اخرى وهم شقها وذبها بالقاع. القاع انترست اوراق ايش قد ما اقرا وشق. المهم صحت على المنظفة حتى تجي تكنس القاع من الورق اللي صار. فمن شافت هاي الاوراق وكلها مذبوبة على القاع تخبلت قالت بهي الله يتشرم انتم مثقفين وهيك وسخين. لعد الله يساعد الناس الجهلة. والله بعد ماكو ناس تفتهم شنو النظافة. اشو دوخروا ليغات حتى اكنس زبالتكم دوخروا. قالت هذا الكلام بكل عصبية. كان يرد عليها يوسف عمر وقال لها هاي انت ايش قد حكيتي واني ساكت؟ والله الا ما تسكتين الا امرغل وجهك على القاع. اني من ورا هذا الصياح انهزمت رأسا وكنت خربان ضحك. رحت لغرفتنا مال فرقة الانشاد وحكيت لهم القصة كلها من اولها لاخرها اللي صارت بين يوسف عمر والمنظفة. لبكي ويل دموع الراح مني، نوبة اجد بالنوح نوبة اغني، نوبة اجد بالنوح نوبة اغني، هاي مجنوني الولفي ودوني، هاي مجنوني الولفي ودوني، ما تمي بي يا حلو انتو لمتوني، ما تمي بي يا حلو انتو لمتوني. نستمر مع حلقة يوسف عمر ويقول فؤاد فتحي يقول مرة اجاني قال لي انت وين؟ اشو ما شفتك بعد؟ شلون عديلك ابو صلاح؟ قلت له بخير. قال لي قبل شهر رحت ازين شعري يمه وشفت استاذي قاعد يحلق شعره هناك. قلت له منو استاذك؟ قال لي استاذي محمد القبانشي. اني كنت متاثر بصوته واقلده. بعدين شقيت طريقي كونت لي مدرسة خاصة بي واسلوب مغاير جدا. انا هنا قلت ويا نفسي خلي استغل هذا الحكي واتطرق لموضوع الفن. هو هذا المقصود، اريد اعرف قصته مع الفن. قلت له عندك اليوم شغل لو لا؟ قال لي ما عندي شيء، ما عندي اي شغل. قلت له تعال خلينا نسولف شوية على الغناء وش وقت دخلت الاذاعة وش غنيت اول مقام بالاذاعة. قال لي يوسف عمر الله يخليك ترى اني ضجت من هذا الحكي.
وين ما اروح نفس السؤال، تتركني الله يخليك، ترى راسي راح ينفجر، يعني ماكو غير هالسؤال. ترى انا احكي لك الصراحه فؤاد، انت الانسان الوحيد اللي ارتاح له، فلا تسالني هيك اسئله. انا هنا غيرت الموضوع، قلت له دمشي خلينا نروح المطعم عمو الياس نتغدى يمه، وبعدين نروح المقهى البرازيلي ونشرب كوبين شاي وحليب. ها ايش قلت؟ صفوان قال لي والله كلامك حلو ايجابي، وين هذا المطعم اللي قلت لي عليه؟ شو اسمه المطعم؟ قلت له مطعم عمو الياس. قال لي وين صاير هذا؟ قلت له بشارع رشيد يم مقهى البرازيلي. قال لي والسياره وين اوقفها؟ قلت له ماكو حاجه جيب سيارتك، نأجر تاكسي وانا اعرف المكان. اقتنع ووافق انه يجي وياي ونروح للمطعم. انا حضرت الورقه والقلم وقلت اليوم يومك يا فؤاد، وكان ذاك اليوم جدا مرتاح. انا حسيت بهذا الشيء. واحنا راكبين بالتاكسي فتحت موضوع ابو مهند مهدي الصفار، من قال له غير المقام انت تشلبت بي. هذا الحادث اللي سولفت لكم اياه اللي كان في الجزائر. هو ضحك قال لي مهدي بطران، ليش هم الجزائريين يفتهمون بالمقام العراقي؟ انت شفت واحد منهم من اللي قاعدين صفق لي؟ لا والله. انا غيرت الموضوع، قلت له تتذكر موضوع الزلاطه من مهدي الصفار؟ قال لنا يا ولد يا بنات يجمعوا كل الكاسات من الزلاطه وانطوها ليوسف عمر لانه عنده سكر، واحنا لبينا النداء. ضحك وقال هاي انت ايش تتذكر؟ سوالف راحت. قلت له ابدا يجي يوم ونسولف بيها. قال لي وين نسولف بيها؟ انت والله حكاياتك غريبه وعجيبه. هسه ما علينا، وين هذا المطعم مالتك؟ ما وصلنا؟ قلت له اي وصلنا. اشرت صاحب التاكسي انه يوقف حتى ننزل، ونزلنا. نزلنا ودخلنا مطعم عمو الياس. شاف المكان مريح وجميل، قال لي هاي كلش وقت تجي هنا. ضحكت قلت لك كل ما يكون عندي ضيف حلو مثلك اجيبه وياي ونقعد بهذا المكان. صفوان ارتاح المكان وقال انا بصراحه ظالم نفسي، لان لا اطلع ولا اشوف شكو ماكو بالدنيا، يعني لو ما انت تجيبني لهذا المكان انا ما اعرفه. المهم حضر الشيف وذب لنا قائمه الاطعمه حتى نختار الاكله اللي نحبها. اني اخذتها منه وقريت عليه وعدت كل اصناف الاكل بالسرة، تم المعقوزي، شيخ محشي، فاصوليا يابسه، تشريب لحم، باذنجان، بانيه، هبيط والى اخره. صفن يوسف عمر قال لي شو انا دا يعجبني ماعون شوربه مال ماش عندهم؟ قلت له استاذ يوسف ما اعتقد عندهم هاي الاكله، شوف ان اكله غير هاي. قال دي سئله يمكن عندهم مش مدريك. قلت له مو هاي اللسته قدامي ما شفت بيها شوربه ماش وعيب اساله. قال لي شو دا اعيد القراءه؟ ما كنت منتبه والله. عدتها عليه مره اخرى وقال لي دخل يجيب لنا يابسه لعد. طلبت له يابسه وانا طلبت تمن على قوزي. المهم خلصنا الاكل وبقينا قاعدين وطلبنا استكانين شاي وشربناها وما رحنا الى المقهى البرازيلي. سالته استاذ يوسف ايش وقت دخلت الاذاعه؟ قال لي دخلت الاذاعه عام 1953. قلت له وش غنيت؟ قال لي غنيت مقام الاستاذ محمد القبنشي، مقام حويزاوي. قلت له يعني حجاز؟ قال لي نعم. قلت له والبسته شنو كانت؟ قال لي بدون بسته. وبعدها شافوا صوتي يصلح للمقام وايدوني كلهم بالاجماع، وقدمت نفس المقام بالاذاعه وكان بث مباشر للمستمعين، لان ما كان اكو اشرطه تسجيل بوقتها. تعالوا غني وانت وربك يا موسى. وبعد شويه ورا ما خلصت سمعت الباشا نوري سعيد بالاذاعه، لانه بيته كان قريب من الاذاعه. اجا فورا وراد يشوفني. انا كنت بغرفه المحاسب حتى استلم اجوري. دزوا علي. فؤاد فتحي سأله وش قد اجورك كانت؟ ضحك يوسف عمر وقال 3 دنانير ماكو غيرها، بس كان لها قيمه. قلت له طبعا لها قيمه. بعدين رحت على الباشا نوري سعيد قلت له وش حكى وياك؟ يقول يوسف عمر قال لي الباشا انا سمعت صوتك وجيت فورا. طبعا سلمني بيده مبلغ ما كنت احلم بيه، 25 دينار، والموسيقيين كل واحد 5 دنانير، والكورس كل واحد 2 دينارين. ايش خبر هاي كان بوقتها؟
وبعدين شقيت طريقي والله وفقني وصارت لي شخصية أخرى بالغناء واستمريت على هذا النهج. أقول وقد ناخت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ طبعا استمر يوسف عمر يحكي بدون ما سأله وقال عام 1956 مع افتتاح التلفزيون كانت تصير حفلات خاصة داخل مبنى التلفزيون ويبثوها على المشاهدين فورا بدون أي فحص رأسا، وكنا نشوف انفسنا من خلال الشاشة وما نصدق هاي احنا ونضحك على نفسنا. تخيل. وسكت شوية، أنا اجيت وسألته قلت له أنت أي مواليد؟ قال لي عام 1918 في منطقة جديد حسن باشا، من عائلة دينية، ومن كنت أغني يباوعون أهلي علي نظرة استنكار وأنا بعدها أسكت رأسا. بعدين رجع قال لي أنت شو اسمك؟ كل ساعة أنسى اسمك. أنا أضحك وأقول له فؤاد فتحي. يقول لي إيه اسمك حلو. شوف أخي فؤاد، أنا كنت متعذب من أنا صغير، حسر علي آخذ عانة. شنو هي العانة؟ تعرف إيش قد؟ أقول له إيه 4 فلسان، خول 10 فلوس ما أشوفها أبد، وكان إلها دور كبير تبقى عندك يومين ما تخلص، بس وين أحصلها؟ حتى بالمنام ما أحصلها. ويضحك. قال لي تدري أنت أنا انسجنت عام 1933 وأطلقوا سراحي عام 1948 و15 سنة أنا بالسجن، تدري لو ما تدري؟ قلت لا والله ولا أدري ولا عندي علم بهذا الحادث المشؤوم. قال يلا رب ضارة نافعة، أنا كنت أغني ليل نهار للسجناء وأزيل عنهم همومهم وأحزانهم، كلهم مظلومين خطية. أنت ما سامع المثل المصري يا ما في السجن مظاليم؟ يا عيني يا فؤاد. قلت له يعني من السجن ظهرت موهبتك؟ قال لي شيء طبيعي، لأنه كانوا وياي أيضا مطربين كنت أسمعهم وأتعجب بأصواتهم، أصوات حلوة. قلت له يعني أنت طلعت من السجن مطرب عام 1948؟ ضحك وقال شو تريد تسميها؟ سميها. قلت له وما شفت واحد من ذول السجناء اللي كانوا وياك بالسجن؟ قال لي لا، اكو جماعة طلعوا قبل بسنة وسنتين او اكثر او اقل، كل واحد وتهمته. قلت له زين استاذ يوسف انت شنو كانت تهمتك؟ ضحك وقال لي القتل، واني بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. ما قلت لك يا يوم ولديك لا تجنينا واويل 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 فز اصحابي بيبغوا بشي والنوم حالي بعيبه واويل واويل واويل. المهم قضينا ساعتين بمطعم ابو الياس، وبعدها غاب عني ابو يعقوب شهر تقريبا ما شفته. راح احكي لكم سالفة غريبة بخصوص يوسف عمر. كل ما اقعد بقهوة ابو ناطق، ودائما اقعد خارج القهوة، يجيني واحد يقعد يمي على الكراويته يسلم علي ويصيح لي على استكان شاي الي والي، واني اشكره. بعدها مرة قال لي استاذ فؤاد الظاهر انت ما تعرفني، انا عبد القادر النجار. انا اتساءل ويا نفسي منو هذا؟ ايش مدى اتذكره؟ بعدين اجامله واقول له هو منو ما يعرفك؟ انت اشهر من عالم استاذ عبد القادر. المهم يتقرب من يمي يقول لي أنا لمحتك أكثر من مرة قاعد يم الأستاذ قارئ المقام يوسف عمر، وأنا أريد أسرك على سر بيني وبينك. قلت له نعم قول. قال لي هذا يوسف عمر ليش وقت يبقى بلا زواج وهو مريض، باشر عقمه يموت وما حد يدري بيه. أني أضحك أقول له يلا الله ويدك القى له مرة. فقال لي أنا أحكي الصدق ترى مو شقة. قلت له أنا ما أحكي الصدق،
عندك وحدة مناسبة إله؟ قال لي إيه نعم، وحدة تناسبة أعرفها حق المعرفة. قلت له منو هي؟ قال لي أختي عمرها 40 سنة وحلوة، بس يشوفها ينجبر بيها. قلت له ما طول هي أختك؟ فاتحة بالموضوع ما بيها شي. قال لي لا، شلون استحي، شلون يعني قابل أقول له تعال اخطب أختي؟ قلت له تريد أني أقول له بهذا الشي؟ قال لي إيه والله، وتسوي علي فضل. يوسف عمر ما شفته إلا بعد شهرين بغرفة عبد الفتاح حلمي. قلت له عندي بشرى إليك. قال لي خير، شنو هي فؤاد؟ قلت له الموضوع من أول لآخره. قلت له هذا الحكي اللي صار بيني وبين عبد القادر النجار بخصوص زواجه من أخته. يوسف عمر أبدأ استعداده لهذا الزواج، والموجودين أيضا شاركونا بالموضوع، وانتهت السالفة على خير وبركة، وتزوج، بس ما إجاله ولا طفل، بقى بدون أطفال. يا الأسمر اللون حياتي الأسمراني، يا الأسمر اللون حياتي الأسمراني، حبيبي وعيون أسود والله الكحل رباني، حبيبي وعيون أسود والله الكحل رباني. يوسف عمر اعتزل عام 1985 بعد ما أنهك المرض وجسمه بدأ يضعف نوعا ما، وصحته تدهورت، وانصاب بالنوبة القلبية، وتوفى 15 تموز 1986. ولهنا تنتهي قصة قارئ المقام الأستاذ الكبير يوسف عمر داود البياتي، بعد مشواره الطويل في العمل الفني الدؤوب، وأتحف أسماعنا بصوته الشجي اللي يدخل القلب بدون استئذان، وكان يمتاز بخفة دمه ولطافته وحديثه البريء اللي ما يضر به أحد مهما تكلم ومهما غضب. كان معروف بين الوسط الفني بتواضعه وفطرته البريئة الساذجة. مرة حكى لنا نكتة خلي نختم بيها الحلقة، قال اجاني مجدي يطلب الرحمة مني، نطيته 10 فلوس، ابتعد شوي عني راح الغيري همين يطلب منا نفس الطلب، أنا رحت عليه قلت له ولك انت ما تستاهل هاي الصدقة، اشد رجع لي 10 فلوس وروح ولي يلا. يقول اخذتها من الكلب ابن الكلب. سوالف يوسف عمر ما تنتهي الحلوة، وانتهت قصتنا لهنا، وانتهت المذكرات. انتظرونا بالحلقة الجاية، إلى اللقاء. مذكرات الفنان فؤاد فتحي، أحداث وقصص فنية ممتعة يرويها لكم وليد حبوش.